اللي اتمرن منها كوره زمان يعرف ان الكابتن مثلا كان يقول لك ايه، لا مش عايز اشوف اتنين في مكان واحد، يعني مش عايز اشوف لعيب ولعيب تاني في نفس الفريق في مكان واحد اتحركوا. هو اتحركوا وانتوا بتجروا مش وانتوا واقفين طبعا. انا مش عارف بقى لعيبه السيتي بقى بتعمل نفس الحركه دي بس هي تتمشى، يعني ايه؟ جوارديولا قال لهم برده مش عايز اشوف حد جنب حد، بس اتمشوا ما تجروش، لان نص ملعب بيجريش، دفاع ما بيجريش، الهجوم ما بيجريش ما عدا مرموش الوحيد اللي كان بيجري. انا حاسس ان بدات احس ان مرموش هيبدا يخش في حاله مش حلوه، لان الفريق في حاله اصعب بكتير مما اي حد كان يتصور. هو خسر من نوتنجهام فورست دلوقتي بجون، كل ما يقال عليه ان جفارديول عمل اوسخ حركه ممكن اي حد يعملها في حياته. الكره بتتلعب من ظهره، جفارديول بيتمشى حرفيا بيتمشى لحد ما وصل للعيب استلم الكره من على الخط، قعد يضم 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 لحد ما دخل ال 18. جوارديول ضغط عليه عند 6 ياردة، فلعيب شاط اللي هو ايه الزبون ده، ايه الحوار ده. فمرموش انا حاسس انه جه في منظومه خربانه ولسه هتتعمل من الاول. يعني انا لو كان راح لارسنال كانت هتنفع احسن بكتير، بس انا ما اعرفش ده حصل ليه. فلا الماتش اللي يتفرج عليه يلاقي الناس بتتمشى خط نص هوج يعني عجوز، خط دفاع مش عارف بيلعب ازاي، وده اللي في الاخر اللي بتشوفه. وتلاقي جوارديولا في الاخر نازل ماشي موطي راسه. ما اعرفش حقيقي، ما اعرفش ايه ده حقيقي، مش عارف المنظر اللي انا بشوفه ده. يعني انا النهارده ندمان ان انا اتفرجت على الماتش ده مثلا، لان كنت ممكن اتفرج على فولهام مثلا وابسويتش تاون ولا حاجه.